في جلسة جمعت الكابتن حسين لبيب بعبد الله السعيد. ايه اللي حصل بقى في الجلسة دي؟ الجلسة دي كان فيها كلام محترم جدا من إدارة نادي الزمالك، تحديدا من الكابتن حسين لبيب مع عبد الله السعيد، تقديرا لما قدمه عبد الله السعيد منذ انضمامه للفريق وتأثيره مع الفريق، تأثيره الإيجابي مع الفريق. وتم الاتفاق المبدئي على تجديد تعاقد عبد الله السعيد مع نادي الزمالك لمدة موسمين. ركز معايا، آخر الموسم ده عبد الله السعيد هيكون تم ال 40 سنة ومشي في ال 40 كمان، يعني ماشي في ال 41 كمان. معنى انه اللاعب يجدد سنتين كمان ده معناه انه عبد الله السعيد سيعتزل كرة القدم، او على الاقل ينهي مشواره مع نادي الزمالك وهو في عمر 42 سنة. هتقول يعني 42 سنة مش هيعتزل؟ اقول لك ما اعرفش، يمكن يقول لك بعد الزمالك